الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبة التلاميذ، نحن الآن في أيام تقترب فيها امتحانات نصف السنة، وكل واحد منكم مسؤول عن نفسه ومستقبله. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني إنك إذا أحببت النجاح والتفوق فابدأ من نفسك، اجتهد، راجع دروسك، ونظم وقتك، ولا تؤجل واجباتك. تطوير الذات ليس كلاما بل عملا. اقطع ساعة من اللعب وأضف ساعة إلى مراجعة دروسك. اقرأ بدل أن تضيع وقتك. اطلب من معلمك أن يوضح لك الصعب، ولا تخجل، لأن من يسأل اليوم يرتاح غدا. واجتهد في كل يوم ولو خطوة صغيرة، فهي عند الله كبيرة، فالله يحب المجتهدون الصادقين. ومع قرب الامتحانات تذكروا أن الأخذ بالأسباب عبادة، وإن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال: اعقلها وتوكل. ابذل جهدك ثم توكل على الله. من يجتهد يجد الله له طريقا، ومن يتكاسل يضيع على نفسه نعمة العمر. ومن باب كيفية التعامل مع الصديق، وأنتم تعلمون ما يجري في هذه الأيام، أبنائي أورادي، الصديق عطية من الله، أي لا تكسرها ولا تهينها. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. المؤمن يحب أخاه ويحترمه ويساعده ولا يؤذيه بالكلام أو اليد. وما أجمل قول النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم حينما يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولا تجعل الامتحانات سببا للشجار مع الصديق أو المقارنة أو الغيرة. تعاونوا وشاركوا الدفاتر، شجعوا بعضكم، فمن يعين أخاه يعينه الله. والشجار ليس قوة بل ضعف، والمشاكل تسرق من وقتك وتركيزك ورزقك. أحبتي، اطلبوا من الله أن يفتح عليكم أبواب العلم، وابدأوا من اليوم ولو بخطوة. اجتهدوا لتفرحوا والديكم وترضوا معلميكم وتسعدوا أنفسكم يوم النتائج. وكونوا أصحابا يرفع بعضكم بعضا، لا أعداء يسقط أحدكم الآخر. اللهم اجعلنا من المجتهدين، وارزقنا بركة العلم، واجعل صداقتنا لله وبالله وفي الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.